في 18 فبراير سنة 1943 الساعة 2:30 الفجر في بدروم محطة كهرباء مائية في النرويج، 5 رجالة واقفين قدام 18 اسطوانة معدن. كل واحدة فيهم بتنتج مادة اسمها المياه الثقيلة، المادة اللي ألمانيا محتاجاها عشان تعمل قنبلة نووية. بره الأوضة دي في حوالي 100 جندي ألماني، وفوقهم حصن الجيش الألماني شايفه مستحيل حد يخترقه، وحواليهم جبال وألغام وحراسة مشددة. ولا واحد من الألمان عارف إن ال5 دول موجودين. واحد فيهم بينزل على ركبته ويحط عبوة ناسفة متشكلة على الاسطوانة في أضعف نقطة فيها، حاطط 2 كيلو متفجرات بالظبط في المكان الصح. عرفوا من رسومات مهندس كان مشارك في بناء المكان. 18 اسطوانة، 18 عبوة، الفيوزات متظبطة على 30 ثانية. حارس نرويجي مرمي على وشه في الأرض، شافهم وسمعهم بيتكلموا نرويجي لكنه اختار يسكت. القائد بيولع عود كبريت، بيفشل. راس العود بيتكسر لحظة واحدة بس. يفكر إن شاب عنده 23 سنة واقف وسط متفجرات وما معهوش غير عود كبريت بايظ، وكل اللي في دماغه كان لازم أجيب أعواد زيادة. بيولع تاني، بيشتعل. العد التنازلي بدأ. 30 ثانية لازم يمشوا، بس هما ما بيجروش. الجري بيعمل صوت، بيمشوا بسرعة بس بهدوء وتحكم. بيعدوا من شباك مكسور ممر لحد نفق ضيق جدا، بيزحفوا فيه وبيطلعوا للهواء المتجمد. وفاضل 10 ثواني ولسه جوه الموقع لما الانفجار يحصل. صوت مكتوم، مفيش نار كبيرة ولا انهيار، بس صوت سائل بيخبط في الأرض. 500 كيلو مية تقيلة بتغرق الأرض. شهور شغل راحت في ثواني. أهم عملية تخريب في الحرب العالمية التانية، صوتها كان زي باب بيتقفل بعيد. لكن عشان نفهم ازاي ال5 دول دخلوا مكان الألمان نفسهم مش متخيلين ان له مدخل، لازم نرجع 4 شهور قبل كده. في لندن راجل قاعد قدام صور للمصنع اللي هو نفسه صممه وبيخطط ازاي يدمره. في أواخر 1942 جوه مقر العمليات الخاصة، صور جوية لمصنع مبني في جبل في النرويج. شكله عادي جدا من فوق، لكن تحت الأرض في 18 خلية شغالة ليل نهار بتنتج المياه التقيلة دي، العنصر الأساسي لأي مفاعل نووي. من غيرها مفيش تفاعل، ومن غير التفاعل مفيش قنبلة. المصنع ده هو الوحيد في أوروبا المحتلة، وشغال بقاله شهور وبيبعت الإنتاج لألمانيا. كل شهر بيعدي بيقربهم من الهدف. الرجالة في الأوضة فاهمين الحسابات، لو المصنع كمل ألمانيا ممكن توصل للقنبلة، ولو وصلت مدن زي لندن وموسكو ونيويورك ممكن تختفي في لحظة. حاولوا قبل كده 34 جندي بريطاني في عملية اسمها فريشمان، ماتوا أو اتعدموا بعد ما طياراتهم وقعت في عاصفة. الحل الأسهل كان قصف جوي يدمر المكان كله، بس في واحد وقفهم، ليف ترونستاد، مهندس نرويجي هو اللي صمم المصنع أصلا. قال لهم القصف مش هيجيب نتيجة لأن المعدات تحت الأرض ومحصنة وهيموت مدنيين كتير. اقترح خطة تانية. فريق صغير من النرويجيين عارفين الأرض كويس، يقدروا يتحركوا في الجبال ويختفوا. بس المشكلة إن المصنع محصن جدا، فلازم الأول يعرفوا هل في طريق سري للدخول ولا لأ. كان في بالفعل 4 رجالة في الميدان من شهور في مهمة استطلاع اسمها جروس، المفروض يساعدوا الهجوم الأول. لكن بعد فشل العملية فضلوا عايشين لوحدهم في الجبل ومحدش سمع عنهم من وقتها. ولو كانوا لسه عايشين يبقوا هم الوحيدين اللي يقدروا يجاوبوا على السؤال المهم. والسؤال بقى هو ايه؟ هل في طريق يدخلوا منه للمصنع من غير ما الألمان يحسوا؟ نرجع بالزمن 4 شهور لورا، اكتوبر سنة 1942. 4 نرويجيين بينطوا من طيارة فوق هضبة هاردنجر ديفا، ودي أكبر هضبة جبلية في شمال أوروبا. أرض متجمدة، بياض ملوش آخر، وهواء بيقطع في الهدوم كأنها مش موجودة أصلا. اسم المهمة اوبريشن جروس. بيتمركزوا في كوخ صيد مهجور وبيتواصلوا بلاسلكي مع لندن، وكل حاجة ماشية حسب الخطة لحد يوم 19 نوفمبر لما الطائرات الشراعية بتقع وعملية فريشمان بتفشل تماما. فجأة ال4 دول بقوا لوحدهم في صحراء متجمدة، مفيش إنقاذ، مفيش دعم، ودوريات ألمانية على زلاجات بتدور على أي حد له علاقة بالمحاولة الفاشلة دي. رسالة لندن ليهم: خليكم في مكانكم، حاولوا تلاقوا طريق يدخلكم المصنع واستنوا فريق تاني. فبيستنوا. نوفمبر بيعدي، ديسمبر، يناير، الأكل بيخلص والحرارة بتنزل -30. بياكلوا طحالب الرنة وحاجات مقشوطة من على الصخور، أي حاجة تخلي الجسم مكمل. مفيش نار بالنهار عشان الدخان بيتشاف من كيلومترات. الدوريات الألمانية بتمسح المنطقة. وزن واحد فيهم بينزل من 80 كيلو ل 55 لدرجة إن ضلوعه بقت باينة من بعيد.
4 رجالة 4 شهور وجعانين بس لسه عندهم مهمة. في يناير كلاوس هيلبرج بيلبس الزلاجات وبيروح المصنع لوحده. سؤال واحد في دماغه، هل في طريق غير الكوبري الرئيسي؟ الكوبري واضح ومستحيل، جنود، نقاط تفتيش، كشافات وألغام من ناحيتين، يعني انتحار بمعنى رسمي. لكن تحت المصنع في وادي عمقه 200 متر، صخور متجمدة نازلة على نهر. التقييم الألماني كان واضح، مستحيل يعدي منه أي حد. هيلبرج بينزل برضه من غير حبال، من غير شريك، راجل لوحده في الضلمة على حافة الموت. بيوصل للقاع، بيعدي نهر مونا المتجمد، بيطلع للناحية التانية وبيلاقي سكة حديد محفورة في الصخر، طريق خدمة بيوصل مباشرة لمستويات المصنع السفلية، من غير حراسة، من غير ألغام. بعد كده بيرجع للكوخ وبيقول لهم اللي شافه. الأربعة بيبصوا لبعض. الطريق ده معناه إن كل واحد لازم ينزل الوادي في الضلمة ومن غير حبال. بيبعتوا رسالة للندن وبيقولوا لهم لقينا الطريق، ابعتوا الفريق يلا. اللي ما يعرفوهوش إن الفريق الجاي مش جنود محترفين، دول متزلجين، مدرسين، صيادين، ناس عمرهم ما شافوا حرب أساسا، وهيشيلوا متفجرات كفاية تغير مسار الحرب. وحدة السرية النرويجية المستقلة الأولى، قوات خاصة نرويجية اتدربت على ايد البريطانيين مكونة من ناس هربت من النرويج عشان تقاوم من بره. القائد المختار عمره 23 سنة، يواكيم رونبيرغ، مدرب تزلج من جبال بيرغن، هادي وبيفكر لقدام. بياخد أمر واحد، اختار فريقك. بيختار 5: كنوت هاوغليد، بير سترومشام، فريدريك كايزر، وكاسبر ايلاند، وهانس ستورهاج. بيتدربوا أسابيع في المرتفعات الاسكتلندية، متفجرات، حركة صامتة، تنقل بالليل، وازاي يسكتوا حارس من غير صوت، ازاي يحطوا عبوة تدمر آلة من غير ما توقع المبنى، وازاي يعيشوا لو كل حاجة باظت، وازاي يموتوا لو مفيش أمل. قبل ما يسافروا كل واحد بياخد كبسولة سيانيد، لو اتمسكوا يعضوا عليها فورا، ما يسيبوش نفسهم للألمان. رونبيرج بيحطها في جيبه وهيفضل شايلها 3 أسابيع. بعد 3 أسابيع هيقف على حافة وادي محدش جرب ينزل فيه قبل كده. 16 فبراير سنة 1943، فوق بحر الشمال 6 رجالة قاعدين جوه طيارة هاندلي بيج هاليفيكس، ودي قاذفة قنابل بريطانية تقيلة من الحرب العالمية التانية. ضلمة، برد، صوت المحركات وريحة وقود. رونبيرج بيراجع معداته، متفجرات، مفجرات، فيوزات متظبطة. بعد 4 ساعات بيقفزوا مظلات بيضة في سماء سوداء. 6 رجالة بينزلوا في النرويج المحتلة، بينزلوا وسط عاصفة ثلجية. الرؤية 0، الحرارة -30، والهواء يوقع الراجل من على رجليه. أول ليلة بيحفروا كهوف في التلج بإيديهم عشان يعيشوا. ال5 أيام اللي بعدها كلها بحث. فين ال4؟ مفيش GPS، مفيش تواصل فوري، هي خريطة تقريبية وتردد راديو ساكت بقاله يومين. يوم 22 فبراير بيلاقوهم، فريق جروس شكله متغير خالص، وشوش غائرة وعيون تعبانة، 4 شهور محفورة في ملامحهم، بس عايشين ومعاهم أهم معلومة. رونبيرج بيفرد الخريطة اللي رسمها هيلبرج، بيبص على الكوبري، بيبص على الوادي. القرار بياخد أقل من دقيقة. بيقول جملة واحدة: لو حد وقع المهمة تكمل، محدش يقف، محدش يرجع. 27 فبراير 1943 الساعة 11 وربع بالليل، 11 راجل واقفين على الحافة، سايبين الزلاجات وراهم. من هنا على رجليهم تحتهم 300 متر تلج وضلمة، قدامهم حصن فيه 100 جندي ألماني، ووراهم 24 جندي بريطاني ماتوا في نفس المحاولة. رونبيرج بيبص لفريقه، مفيش كلام، وبيخطي أول خطوة ناحية الهوية. النزول بيبدأ، مفيش جبال، مفيش معدات تسلق، بس إيديهم ورجليهم والصخر. هو الأول بيجرب كل حجر قبل ما يحط وزنه عليه. وراه 10 في صف واحد، كل واحد بعيد 3 متر عن التاني، كل حاجة مغطاة بتلج. القواعد مفيش كلام، مفيش نور، مفيش صوت. أي صوت بيرن في الوادي زي طلقة. مواقع الألمان فوق الكوبري قريبة كفاية يسمعوا أي حاجة، ومحدش فيهم بيصرخ. هما بينزلوا لتحت ماسكين في أي حاجة تقابلهم، شجر، جذور، شجيرات متجمدة، أي حاجة تثبتهم. في حتت شبه عمودية، إيديهم بتدخل جوه شقوق الصخر، ورجلهم بتدور على أماكن تقف عليها وهم مش شايفين. تحتهم هو عميقة وسواد تام، وعلى ظهرهم متفجرات. واحد فيهم رجله بتتزحلق، مسك في فرع شجرة، فضل متعلق 3 ثواني بس، رجليه في الهواء وصوابعه بتتحرق من البرد، بس شد نفسه وطلع وكمل. محدش وقف يساعده، دي الأوامر. في نص النزول الجزمة خبطت في حجر مفكوك، وقع خبط في الصخر تحت بحوالي 10 متر، وصوته رن في المكان زي طلقة. ال11 راجل لزقوا في الصخر وسكتوا، عينيهم لفوق ناحية الجسر ونقط الحراسة الألماني.
5 ثواني، 10 ثواني، مفيش صوت، مفيش نور كشاف. حجر اختفى في الضلمة. كملوا نزول. تحت عند النهر مية سودا بتجري بين تلج مش متجمد بالكامل. والمهم هنا، لو الجزمة اتبلت قدامك حوالي نص ساعة قبل ما الصقيع يضرب رجلك لما تنمل مش هتعرف تطلع ولا تجري ولا تهرب. جزمة مبلولة يعني تموت على الجبل. أو في تحقيق ألماني، لقوا أدي نقطة وعدوا حجر في الضلمة. كلهم وصلوا. بعد كده طلعوا الناحية التانية أصعب، والصخر مفكوك وفيه تلج، بس جسمهم سخن دلوقتي والادرينالين شغال. الساعة 2:30 الفجر، ال11 راجل طلعوا على سكة حديد محفورة في الجبل. كده بقوا جوه الحراسة. مفيش انذار، مفيش ضرب نار. المصنع قدامهم ضلمة وبخار طالع. حارس واحد عند المدخل ماشي رايح جاي، نفسه باين من البرد، مش باصص ناحية الجرف. هو ليه بص؟ محدش بيجي من هناك. الألمان أمنوا كل حاجة وسابوا الظهر مفتوح. ودلوقتي 11 راجل واقفين جوه الباب ده، و5 منهم شايلين متفجرات تكفي تنهي البرنامج النووي الليلة دي. حافظين المخطط كله في دماغهم. الفيوزات متظبطة على 30 ثانية بس. قبل ما يحطوا حاجة لازم يدخلوا. بينهم وبين الهدف باب مقفول ونفق ضيق، وحارس نرويجي هيقرر في 5 ثواني كل حاجة. رومبرج قسم الفريق 5 بره للحماية بقيادة هالي، مهمتهم يراقبوا ويأمنوا الهروب ويتدخلوا لو حصل اشتباك. أسوأ دور إن هم يستنوا بس. لو كل حاجة تمام مش هيعملوا حاجة، لو لأ عندهم دقيقة يوقفوا كتيبة كاملة وبعدين يموتوا. 5 التانيين اتحركوا ناحية المبنى، دخلوا من نفق الكابلات الضيق واحد ورا التاني. وصلوا البدروم. صوت الماكينات مالي المكان وريحتها كيميا تقيلة. الباب مقفول. كسروا شباك. خطوات فوق قربت وبعدين بعدت. دخلوا. 18 جهاز قدامهم بيطلعوا المية التقيلة. فجأة صوت بيقول مين هناك. الحارس النرويجي شافهم. اللحظة دي كل حاجة بتتحدد فيها. الراجل بص في وشهم وفهم وقال هيسكت. خلوه ينام على الأرض وابتدوا يزرعوا المتفجرات جهاز. عند الجهاز رقم 14 المفجر معلق. رومبرج شال الجوانتي من ايده وحط جلده على الحديد المتجمد لحد ما رجع لبسه بس صوابعه اتجمدت. الفيوزات قصيرة 30 ثانية بس او اقل، وبدأ يراجع كل حاجة بدقة. لو حتى خلية واحدة فضلت شغالة الألمان يقدروا يرجعوا الإنتاج خلال أسابيع. لازم كله يتدمر. ولع عود كبريت. الفيوز اشتغل 30 ثانية. هم أصلا حافظين طريق الخروج. خلال 30 ثانية 100 جندي ألماني هيطلعوا من المعسكر، هيفتشوا كل طريق وكل كوبري وكل نقطة تفتيش، وهيحشدوا 3000 جندي في المنطقة. بس عمرهم ما هيفتشوا الجرف. لحد دلوقتي مش مصدقين إن حد جه من الناحية دي. فجأة صفارات الإنذار ملت الوادي زي موجة صوت. الجنود بيجروا من المعسكر، ضباط بيزعقوا بأوامر، كشافات بتلف على الكوبري والبوابة وكل الطرق اللي طالعة من المصنع، ومفيش حاجة. لا عدو ولا أثار أقدام حوالين الحراسة، ولا أي دليل إن حد دخل ولا حاجة خالص. لأن ال11 راجل اللي دمروا البرنامج النووي كانوا بالفعل رجعوا في الجرف، نازلين عدوا النهر وطالعين الناحية التانية. في نص الطلوع نور كشاف لف من على الكوبري ونزل على حيطان الجرف. نور أبيض على صخر أسود على بعد 5 متر بس من آخر واحد. الراجل لزق نفسه في الصخر والنور عدى وكمل رجع للطريق. الحارس فوق بص شوية في الضلمة وبعدين لف وشه. ليه حد يبقى تحت؟ لما أول دورية ألمانية وصلت للبدروم، المخربين كانوا على بعد 2 كيلو بيربطوا الزلاجات. رومبرج قال الأمر. اتفرقوا. 5 اتحركوا شرق 400 كيلو لحد حدود السويد، يمشوا بالليل ويناموا في كهوف تلج بالنهار. وراهم آثار واضحة في التلج، ولو الألمان لقوهم قبل الصبح يبقى انتهى كل شيء. مع الشروق بدأ التلج ينزل، ومع الظهر الآثار اختفت. الباقيين اختفوا وسط المقاومة بهويات جديدة وأماكن آمنة. وراهم فوضى. 3000 جندي ألماني بيدوروا. دوريات، زلاجات، تفتيش في كل وادي وكل كوخ لمسافة 50 كيلو. أسابيع من البحث ومفيش نتيجة. الألمان عمرهم ما فهموا إزاي حد دخل. أول تفسير قالوه إن في حد من جوه ساعد. حققوا مع عمال نرويجيين كتير ومسكوا ناس، وبرضه مفيش إجابة. الجرف أصلا ما اتحسبش بالنسبة لهم، مستحيل حد يعدي منه. بعد أسبوعين من الحركة رومبرج و4 غيره وصلوا حدود السويد، مرهقين عندهم صقيع، وخسوا 20 كيلو من وقت ما خرجوا من اسكتلندا. ولا طلقة واحدة اتضربت طول العملية، ولا راجل واحد مات، ولا مدني نرويجي اتأذى. حتى الحراس الألمان حققوا معاه تاني يوم، كان الوحيد اللي شافهم عن قرب. 5 وجوه وأصوات نرويجية، كان ممكن يوصفهم كلهم، بس هز كتفه وقال ما شافش حاجة وما سمعش حاجة، مجرد انفجار وجري.
هو اختار موقفه مرتين، مرة والسلاح في وشه ومرة من غير. الألمان بنوا الأجهزة تاني خلال شهور، بس الوقت كان اتكسر. في نوفمبر 1943 قاذفات أمريكية ضربت المكان جامد لدرجة إن ألمانيا سابت الموقع خالص. قرروا ينقلوا المياه التقيلة لبرلين، اتحملت على قطر وبعدين معدية عبر بحيرة اسمها اس اف هايدرو. يوم 20 فبراير سنة 1944 قنبلة في جسمها فتحتها نصين في أعمق نقطة. اللي زرع القنبلة كان كنوت هالد، نفس الراجل اللي كان واقف في الجرف قبلها بسنة. 14 مدني نرويجي ماتوا في المعدية. التمن الأخلاقي اللي دفعه هالد مقابل عملية نجحت قبل كده من غير ضحايا. البراميل اللي طلعت بعد سنين كان فيها تركيز حوالي 1% بس. ألمانيا عمرها ما قدرت تجمع كمية كفاية عشان تبني مفاعل شغال. بعد الحرب صحفي سأل رومبرج كان هيحصل ايه لو العملية فشلت. فكر شوية وقال ان ممكن لندن كانت تبقى زي هيروشيما. فلو عجبك فيديو النهاردة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.